تعالوا نتكلم في نقطة المدرب بقى، شايف أداء المنتخب المغربي إزاي وقال عليه إيه؟ ماركينيوس مدرب المنتخب البرازيلي قال: ليس من المفاجئ أن نجد المنتخب المغربي في ربع النهائي. تواجد المنتخب المغربي في ربع النهائي ليس مفاجأة، وده عامل طبيعي. يمكن لأي شخص تابعهم في الفترة الماضية أن يرى التطور الذي حققوه والنتائج الرائعة التي حصلوا عليها. الراجل بيتكلم على طبقا لاداء ومعطيات المنتخب المغربي في السنوات الاخيره، فموضوع انه يتواجد في دور ربع النهائي ده شيء طبيعي جدا لاداء ومستوى منتخب المغرب الفوتسال كسادس عالميا. قال: المغرب فريق قوي للغايه، اثبتوا ذلك في السنوات الاخيره، لقد واجهنا بعضنا البعض عده مرات، نعلم بالفعل ان ما ينتظرنا او نعرف بالفعل ما ينتظرنا، عارف جيدا ان هينتظروا ايه في المواجهه: النديه والقوه والصعوبه واللياقه والتكتيك والمهاره، كل ده اسلوب او طريقه هيشوفها في الملعب. نحن مستعدون، تركيزنا ان نكون ابطال العالم. بيقول لك رغم كده احنا مركزين وبنهدف او نستهدف الحصول على كأس العالم. قال كمان: قدموا مباراة رائعة امام ايران واستحقوا التأهل الى ربع النهائي. ستكون المباراة رائعة بيننا، او نوعد الجميع ان تكون المباراة رائعة بيننا، وانا مقتنع باننا سنقدم مقابلة تستحق التأهل لربع النهائي. الراجل بيقول لك هو واثق ان هيكون ماتش الكل هيستمتع به، من اقوى المباريات، تستحق تكون جديرة ان المنتخبين متواجدين في دور الثمانية. فهو شايف ان ده هيكون ماتش عليه الاضواء، ماتش هيكون هو الاقوى والاصعب في دور ربع النهائي، المرور منه يعتبر بمثابة المرور الى نهائي البطولة. فاتكلم احترم المنتخب المغربي. انا بحب المدربين لما تيجي تتكلم على الخصم يكون في احترام، يكون في اعتراف بالقوة. مش مشكلة بقى كل واحد بيتكلم وبيكون عنده يعني نزعة الفوز، ده امر طبيعي ان كل منتخب عايز يكسب، لكن في المقابل لابد ان تحترم الند او الخصم او المنافس الذي امامك. عكس تصريحات مدرب ايران واعلام ايران في المواجهه السابقه قبل ما يواجهوا المنتخب المغربي، كان عندهم عنتريه، كان عندهم تكبر، كان عندهم غرور، كانوا مفكرين ان المباراه بالنسبه لهم امر طبيعي ومنتهي، وان هم خلاص كسبانين المغرب قبل ما يبداوا المباراه، حتى لدرجه ان هم وصلوا ان هم يتكلموا كيف سيواجهوا البرازيل في دور الثمانيه وهم لسه ما لعبوش المنتخب المغربي. فبالتالي من الغرور ده ان المغرب كسر شوكتهم، المغرب سحقهم في الشوط الاول، المغرب انتصر عليهم وعلى حكامهم وعلى كل الاحداث اللي حصلت وعلى غياباته واصاباته، وقدر يكسبهم ويطردهم بره البطوله ويفشل او يفسد المخطط ما بين ايران وفرنسا في الوصول من سيواجه المغرب في دور ال 16. ان شاء الله تعالى يكون المنتخب المغربي كمان يقدر يتخطى المنتخب البرازيلي في الماتش اللي جاي بنفس الدرجه اللي لعب بها امام ايران، ويظهر لنا مدى قوه التنافسيه، ويظهر لنا الروح والغيره والاصرار والعزيمه من اجل اسعاد الملايين، مش بس 40 مليون مغربي، لا ده انت بتتكلم في حط كمان 200 الى 300 مليون افريقي وعربي ومحبين لمنتخب المغرب يتابعون منتخب المغرب الفوتسال ويريدون له الفوز. ومثال بسيط جدا: المشجع اللي شفناه لابس تيشيرت المغرب وبيشجع منتخب المغرب في اوزبكستان، وهو راجل اوزبكي متدين شيخ اوزبكي، حضر ماتشات المنتخب المغربي وقال: انا بحب المغرب فهم اخواننا في الدين، وقال ان كمان انا هشجعهم في الماتش اللي جاي قدام البرازيل وهكون حاضر في القاعه. سفيان شعراوي المتألق صراحة اللي أنا بحترمه جدا، وكل النجوم في المنتخب المغربي، لكن سفيان شعراوي له مكانة خاصة بصراحة المنتخب المغربي في إن هو يجي ويلبس ويرتدي قميص المنتخب المغربي ويوصل للليفل مع المنتخب المغربي الأولاني ده بصراحة، وإن هو بيلعب على مش عاوز أقول لك بكل روح وبكل جد وكل اجتهاد. سفيان شعراوي اللي خد افضل لاعب في مباراه ايران ومباراه المنتخب المغربي، اللي المنتخب المغربي فاز بنتيجه 4-3. يبقى مدرب المنتخب البرازيلي عارف ان هو هيقابل مباراه صعبه امام المنتخب المغربي. المنتخب المغربي بالتاكيد كلنا كنا متوقعين ان المنتخب المغربي مش هيقدر يعمل حاجه مع ايران بالاصابات اللي كانت موجوده، لكن بعد بصراحه ما لاعيبه المنتخب المغربي شافوا المفاجآت في البطوله، مفاجاه فنزويلا مع اسبانيا بنتيجه 2-1، وخروج اسبانيا من كاس العالم اللي كلنا كنا بنقول هتنافس على اللقب. الناس دي ما خدتش كاس العالم من 2000 و2004. البرتغال هتنافس على اللقب وكلنا قلنا لا ده البرتغال دي اللي هتاخد كاس العالم. مفاجأة كازاخستان بتخلينا نقرا الأمور بصراحة واضحة إلى الآن. يعني فاضل عقبة البرازيل يا عم هشام دكيك، فاضل عقبة البرازيل. مدرب البرازيل مش هيسيب اللقاء يعدي كده. آخر كأس عالم للمنتخب البرازيلي من عام 2012،
يعني بتتكلم مسافة بعيدة جدا، وخصوصا البرازيل متربعة على عرش كأس كرة القدم للفوتوسال بالتأكيد 5 مرات كأس عالم. منتخب البرازيل 5 مرات، منتخب اسبانيا مرتين، منتخب البرتغال مرة، منتخب الارجنتين مرة. فعندنا المنتخب المغربي ان شاء الله ثقتنا في هشام الدكيك كبيرة جدا فوق ما تتخيل ان شاء الله. هشام الدكيك بعد المباراة بتاع امبارح يكاد يكون هيبكي من الفرحة، لان عارف ان هو لو بالحالات الاصابات دي كانت موجودة مع المغرب، صدقوني الراجل ده كان هياخد كأس العالم مستريح. كأس العالم اللي في اوزبكستان في الوقت الحالي لولا الإصابات اللي ضربت المنتخب المغربي بالعدد الرهيب اللي مش موجود مع كل المنتخبات دي في أي إصابات بالطريقة دي، كان